يبقى السؤال المطروح سؤال بسيط جدا كعادتي بطرح الأسئلة. هل يستطيع الهلال أن يفوز على الريال؟ بكل بساطة الجواب لو كان العام الماضي كلنا متفقين كان الهلال بالفورمة وكان من أقوى الأندية العالم. الآن حاليا مباراة الغد هل يستطيع الهلال الفوز؟ أنا برأيي الشخصي على الرغم من أنه أنا عاشق لريال مدريد منذ عام 87، تخيلوا من طفولتي، وعاشق والله للاتحاد السعودي بدوري روشن يعني أنا من أيام محمد نور، ولكني كعربيا أشجع كل فرق عربية وعلى رأسهم الهلال الزعيم الآسيوي. الهلال أفرحنا كثيرا والله، فاز ببطولات آسيا، طير عقلنا كلاتنا ببطولاته بإنجازاته. وأنا من الناس غير متعصب، يعني بتعرفوا في ناس متعصبين لا يرغبون الخير للأندية الثانية، ولكن أنا لست منهم. أنا أعشق الهلال وجماهير الهلال وأتمنى لهم الفوز. لعبوا على الأطراف، أطراف الريال خذوها مني، أنا أعطيكم كلمة السر. مالكم راح يلعب على طرف الظهير الايمن الايسر تبع ريال مدريد التعبان مين ما كان يكون، وسالم الدوسري المهاري راح يلعب كجناح ايمن ايسر للهلال، وراح يقابله ظهير ايمن كمان متهالك تعبان. الريال تعبان باظهرته، ومع تاكيد غياب والله كامافينجا، تاكيد غياب الهداف الوحيد اللي عم تحط لنا اهداف هو امبابي. العبوا لعبكم. طبعا الهلال ما مش منتظرني انا جاي اقول له والله العب لعبك بتفوز، لا، بقصد فيها هجوم. انتم كلاعيبه هجوم وانتم ستحققون التاريخ كثير، حتكون يعني شيء نفتخر فيه نحن كمشجعين رياضيين، انك انت والله فريق عربي يهزم ريال مدريد ببطوله رسميه. قادرين عليه والله يا هلال، قادرين تشجع، انتم شجعان وجسورين وما في منكم، ولكن احيانا طبيعه المباراه بتخوف تخليكم ترجعوا لورا. الهلال ما بيعرف يدافع، مشكلة الهلال لا يعرف يدافع. عقله بالهجوم، هجوموا والله هجوموا بتسجلوا. في فرق كتيرة أصغر منكم بكتير فازوا على ريال مدريد لأنهم هجموا، جسروا عليه، قدروا يهجموا عليه يحققوا فرص. بالتوفيق إن شاء الله يا ربك. أشوفك يا متروفيتش هيك نطحة ونطحتين وخلصت 2-1 للهلال. كلمة على السريع يا انزاجي، انت مدرب اسطورة وشفناك شو عملت مع الانتر، ولكن انت العقلية الايطالية والانتراوية تخلى عنا. الهلال ما بيعرف يدافع، الهلال بحب يستحوذ على الكرة وبحب يهجم. هجوم يا انزاجي، هجوم هجوم، والله تكفى، والله تكفى بتفوز. فقط هجوم. اعطي تعليماتك لمالكم وسالم ومتروفيتش والله رح يحققوا بدايع، حتكون مباراة كذا هجوم بتفوز يا انزاجي.